حبايب قلب ام كريم الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا حبايبي، ام كريم نزلت البلد يبقى لازم تعمل رقاق. اعمل الرقاق في البيت وافرح الولاد. الولاد بيحبوا بقى يقرمشوه، ياكلوا فته، يمسكوا الرقاق لوحده ويقرمشوه. بصوا الجمال يا جماعه، عملت كميه من الرقاق خطيره خطيره خطيره. بصوا في الفرن عامل ازاي، بياخد العقل. قابب وجميل وخفيف وناشف وحاجه كده، ايه عسل يا ولاد. بصوا الجمال، شايفين؟ حاجه بيتي انا عاملاه بايديا. قلت لا، وانا اخلي حد يعمل لي ليه؟ الكيلو ب70 جنيه يا ولاد بتشري. انا عامله كميه، عامله 7 كيلو، فكميه كبيره. ولو اشتريت كيلو ب70 جنيه خساره عليا كتير كبيره قوي، وانا ما رضاش لنفسي بالخساره يا جماعه. قلت انا هقعد اعمله وانا وحظي بقى. بس انا اصلا دايما بعمله، بس ايه يعني كل فين وفين، فما افتكرش. يعني في ناس يقولوا انت مش هتعرفي تعملي ابصر ايه. قلت هجرب ابوظ وانا اللي هاكل. تمام. عملت كميه بقى يا جماعه على الورق. بصوا، عملت كميه يعني بعمل كميه واسويها. طب ازاي بتعملي كميه ام كريم وتسويها؟ مش بيلزق في بعضه؟ لا يا ولاد، بحط كل بين واحده وواحده ورقه. شايفين؟ بعمل كميه قيمه 10 20 واحده، وافردهم فوق بعض كده، واحط كل بين واحده وواحده ورقه رقاق، ورقه جورنان او ورقه كتاب كبيره، وتحميها ما تخليهاش تلزق في بعضيها ولا يحصل لها اي حاجه خالص. دي التكه الجميله يا جماعه، اللي كل واحد تعلمها انها تعمل كميه. عايزه تفرد كميه على بعضها مثلا، كل بين واحده وواحده تحط ورقه بعد ما تفردها، بتبقى جميله وتاخدي منه ما يلزقش منك ولا يحصل له اي حاجه. شايفين بقى الرقاق بتاع ام كريم القمر اللي قابب في الفرن ده، وعسل كده ونزل لوز يا بنت يا صفي. والله العظيم يا بنت يا صفي، انت بنت عسول. والكل قال لي ما هتعرفيش تعملي رقاق لوحدك. قلت لا، انا هعمله. شوفوا يا ولاد اهو، خفيف خف يا ولاد، وجميل ورقيق وابيض وزي القمر كده. بصوا انا بمسك الواحده كده، والبنات بقوا يبطوا عليا كده ويفردوا لها شويه صغيره ويدوها لي، وانا افردها زي ما انتم شايفين كده بالنشابه الصغيره الحلوه دي. وافرد ورقه اعمل كميه على بعضها، وبعدين نسوي. علشان ما هو ما فيش حد يسوي وحد يقطع وحد يعمل كده، فانا ايه، بعمل كميه يعني 20 واحده كده بين كل واحده وواحده ورقه، وارجع تاني اسوي رصه برصه. عملت كام رصه يا ولاد؟ عملت 3 رصات. الرصات اللي انتم شايفينها دي بكميه دقيق يا ولاد، والله العظيم يعني بص مليت البيت خير يا ولاد. مليت البيت خير بكميه دقيق دي، وفرحت البيت وفرحت الاولاد. والبت مكه على السوله اهي قاعده تفرج معايا وتظبط ماسكه البتاعه بتعمل ايه زي ما انا بعمل يعني. شايفين يا ولاد القمر؟ بصوا، ولا بياخد وقت ولا بياخد مجهود ولا اي حاجه خالص. كل بين واحده وواحده ورقه، عمره ما يلزق في بعضه ابدا. المهم على ايه يا ولاد؟ المهم تعجين العجينه بتاعته صح. بصوا يا ولاد، بصوا شايفين طالع من الفرن عامل ازاي؟ كله قابب وجميل وخفيف ازاي. عايزه تطلعيه طري، طلعي شويه طري او ممكن عايزه تطلعيه ناشف ممكن برضه زي ما انت شايفه كده. في الفرن الفلاحي الجميل ده، هو الفرن ده في البلد يا ولاد. فانا قررت بقى لما نزلت البلد قابلني شويه مشاكل كده وقابلني شويه توهان كده، والحمد لله عدوا على خير. آه. بص يا جماعه، لازم الواحد يعدي كل حاجه، وعدينا والحمد لله. بدأنا نفرح نفسويتنا بقى بشويه الرقاق الحلوين دول، واحنا داخلين على العيد الكبير، واللحمه والحاجات الجميله، وربنا بقى ايه، يبعت الخير. بص يا حبايبي، عملت شويه رقاق عسل كده زي ما انتم شايفين. طيب العجينه فين يا ام كريم؟ عجينه الرقاق اللي انت عجنتيه ده فين؟ انا صورت العجينه يا ولاد، وصورت وانا بعجن، وصورت الدقيق. بس تصوير العجينه ده معرفش اتمسح مني، معرفش ما حفظتوش على التليفون، مش عارفه ايه اللي حصل. المهم انا هقول لكم انا عجنت العجينه دي ازاي، وطلعت زي القمر معايا، واستحملت في عز الحر والنار، وطلعت بالجمال ده، ولا تقطع مني ولا تلعبك ولا حصل له اي حاجه. انا جبت دقيق يا جماعه، كميه الدقيق اللي انا عايزاها، ونخلتها ونزلت بيها على ميه عاديه من الحنفيه، وشويه من الملح بس يا ولاد. وحطيت حاجه جميله، تكه واحده بس، خلت معايا الرق عسل وطعمه وصوت تحفه، وقب كده في الفرن زي ما انتم شايفين كده. ويا حلاوتك يا بنت صفو وانت بتنشبي كده، يا سلام يا سلام على الجمال والقمر يا ولاد. بيبقى فرحه يا ولاد، ما تعملي حاجه في بيتك بتبقى لها فرحه كده. المهم اقول لكم من الاول على التكه الجميله اللي انا حاططها على الدقيق على الرقاق، عشان يبقى بالطعامه وقابب وخفيف وطعمه حلو وقرمش كده زي ما انتم شايفين. حطيت ايه؟ خليكم معايا في الفيديو وانا هقول لكم حطيت ايه. حطيت معلقه بيكنج باودر،
بيكنج باودر، حطيت معلقه بيكنج باودر على الدقيق، معلقه كبيره حلوه كده، نص كيس بيكنج باودر على 7 كيلو دقيق. حطيت حطيت معلقه بيكنج باودر. ماشي. بتخليه يقب معاكي وتخليه يقرمش وتخليه جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. وعجنتي، قعدت نص يوم يا ولاد وانا اعجن وافرد واقطع. قطعت قطع صغيره كده علشان لما اجي اعمل صينيه كده في الفرن، صينيه باللحمه كده. بتعمل صينيه، بتعمل فته في اللبن، بتعمل فته في شوربه، بتعمل فته كده وبالصلصه كده وعليها اللحم زي ما عملنا في العيد الصغير، في العيد اللي فات كده. يعني بص، حاجة الواحد بيعملها في بيته بتبقى قمر وعسل وطعمة وجميلة وملهاش حل. فرحة البيت كده وفرحة العجين في البيت العجين بيفرح البيت أصلا يا ولاد. زي ما انتم شايفين كده والله العظيم. الولاد فرحانين وكل واحد داخل طالع ياخد واحدة كده ياكلها. دي عندي بالدنيا وفيها والله العظيم. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام يا رب بخير ويمن وسعادة. وخلصنا وبقول لكم ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا حبايبي يا غاليين. وشايفين المنظر وشايفين عملت كمية جميلة. شايفين الكمية يا جماعة؟ شايفين حاجتك في بيتك بتبقى مبروكة ازاي وبتبقى مالية البيت. عجنت وفردت وعملته. وفضلت قلبت في العجينة، ما قلتلكوش بقى، فضلت قلبت في العجينة وولدت فيها. احسن حاجة تخدمي العجينة تطلع معاكي احلى رقاق واحلى منظر. واحلى ويقب معاكي ويبقى زي القمر زي ما انتم شايفين كده. عملت كمية رهيبة في بيتي والله العظيم يا جماعة. لو هتشتري دول هيكفيكي 400 جنيه شراء. دول اتكلفوا عليا ايه؟ اتكلفوا عليا 100 جنيه. بس الفرن في البيت والانبوبه من البيت وانا من البيت. وفردت وعملت كل الكميه دي كلها. ما تكلفتش عليا 100 جنيه. بقول لك لو هتشتري الكميه دي كلها ما هيكفيكيش 400 جنيه، لان 7 كيلو احسبهم كده بتجيبهم كام. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش بلايك واشتراك في القناه.